مساء الخير عليكم. سيد عبد الله دا يتهمني بالجنون، انه هذه الطاقه الايجابيه. تفرجوا انه انت هسه طبعا تعالي لي نزليهم للزباين. هو بيقول على الجنون طبعا. هو عم يتهمني بالجنون. ما دا تشوف انت اني ايش دا اشتغل؟ انت دا تشوفني دا اكنس ودا اشتغل دا انظف ودا اسوق، هذا دا تسميه جنون؟ لو بس دا تشوفون صفحه الرقص والغنى انه هذا تعتبروه جنون. لكن هذول اللي انتم دا تشجعوهم، التيك توكريه اللي شهرتوهم وعملتوا لهم لايكات، هذا ما تنتقدهم انت؟ ولا لانه مره شاطره وناجحه؟ مع احترامي طبعا اكو اكيد رياجيل كوما يجون هنا يشجعوني وينحطون على الراس، لكن امثالك ما تعتبر انت على صنف الرجال. لانه انت لما انت تشوفون هذول التفاهات التافهين التيك توكريه اللي انتم عم تكبسونهم وتشيرونهم. طبعا كنت دائما اقول لكم بالتواصل الاجتماعي اني حاله خاصه، اني وحدي، اني مو ويا كل هذول الناس، طبعا اكيد مع احتراماتي لكلهم، لكن اني محتواي مختلف، صفحتي مختلفه، وحبيت اقول دائما الاصيل يظل اصيل والبسيط يظل بسيط، ما تغير كنوز الدنيا، لانه المتربي على اخلاق يظل متربي. فحبيت بس اقول طبعا مع احتراماتي لكل اللي كانوا ينتقدوني، حبيت اقول لكم التيك توكريه اللي دا تشوفوهم طبعا اكيد مع احتراماتي واحد ورا الاخ دا يوقع، فحبيت اقول لكم لازم تفتخرون بي، وخاصه اهل بلدي، لانه اني انسانه دا تشوفون صفحتي ودا تشوفون يومياتي، احبكم هوايه، وواحد ورا الاخ دا يسقطون، اللي يطلع بسرعه يروح بسرعه.